متابعين في النت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل الفراخ المسلوقة بتكة هتعجبكم. يمكن مش كل الناس بتعملها زي بعضها. ان شاء الله بإذن الله طريقتي تنول اعجابكم وتعجبكم. اول حاجة احنا عندنا فرخة، احنا غسلينها كويس جدا بالدقيق ومصفينها كويس جدا. دي فرخة حمراء، مش الزفارة اهم حاجة تطلع من الفراخ. بعد كده هنبتدي في معلقة سمنة، هنحطها في الحلة ونبتدي ان احنا اول ما المعلقة تسخن، معلقة السمنة، نبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا تتشوح. الفراخ هتبتدي تنزل مية، اول ما المية دي تنشف هنبتدي ان احنا نحط مية مغلية. اول حاجة احنا حطينا بصلاية، جزراية، طماطماية، لكن الحبهان ولا الراولة والفلفل دول مش دلوقتي، ولا الملح. فاحنا الاول حطينا المية المغلية بعد ما شوحنا الفراخ، يا دوبك الفراخ بس اصطدمت ونزلت السوائل نشفت، وابتدينا ان احنا نحط المية المغلية. بعد ما المية المغلية بتتحط بتبتدي يطلع شوائب اهي زي ما انتوا شايفين. الشوائب دي بنبتدي ان احنا نلمها ونتخلص منها كلها، علشان ما يبقاش فيه اي زفارة، ويبقى الشوربة بتاعت الفراخ رايقة. بعد ما لمينا كل الشوائب هنبتدي ان احنا نسيبها تتسلق على نار هادية. والتكة بتاعتنا ان الملح بتاعنا في الفراخ يتحط في نص التسوية، يعني على الاقل عدينا نص ساعة من التسوية نبتدي ان احنا نضيف الملح. انا حطيت الفلفل الاسود وورق اللورا والحبهان، ولو مش موجود كل دون هي كفايه بصلايه. كانوا زمان بيحطوا البصله والفلفل الاسود فقط لا غير. بس النكهات اللي طالعه اليومين دول جديده حلوه مش وحشه، فاحنا لازم نواكب عصرنا ونعمل ونبتدي نمشي معاه. حطينا الحبهان والورق اللورا والفلفل الاسود بعد ما قشطنا كل الريم اللي موجود، خلصنا منه. وبعد كده غطينا الحله وخليناها على نار هاديه، لان انتي لو غطيتي الحله وهي على نار عاليه هتبتدي تفور وتغرق لك البوتاجاز. فاحنا هنحط ونوطي توطيه، مش التوطيه اللي هي هاديه خالص، التوطيه الوسط. ونحط الغطا بتاعنا ونسيبها نص ساعة. وبعد كده نبتدي ان احنا نحط الملح بتاعنا. تمام، نحط الملح حسب الحياء بتاعنا، ونسيبها برضو حسب بقى تسوية الفراخ، فرخة كبيرة فرخة صغيرة، كل فرخة ليها سواها. يعني في فرخة تاخد ساعة، في فرخة تاخد ساعة ونص، في فرخة ما تاخدش اصلا وقت نص ساعة. فحسب الفرخة اللي موجودة معانا. بس بعد نص ساعة نبتدي ان احنا نحط الملح بتاعنا عشان اللحم بتاع الفرخة يشرب من الملح ويبتدي يبقى متواجد طعم في الفراخ ويبقى ليها طعم. هنغطيها ونسيبها نص ساعة. بعدها هنبتدي ان احنا نحط الملح بتاعنا وبس. وهنبتدي ان احنا حسب التسوية، محتاجينها مهرية محتاجينها وسط. هنا احنا حطينا الملح في نص التسوية بتاعنا. بصوا ما شاء الله الشوربة ابتدت تروق خالص خالص. ده بعد نص ساعة، بعد ما طبعا ما قشطنا الريم وخلصنا كل حاجة. هنبتدي ان احنا نغطيها ونسيبها. ويا رب يكون، بصوا يا رب تنول اعجابكم ان شاء الله. فراخ بتعمل منها كل حاجة، لسان عصفور، كل حاجة ان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم.